طويلة. ضياء الدين مشيت في تنفيذ هذه الركلة، ركلة حرة مع صعود حسين الدهيري وسعد رضواني وسليم بوخنشوش أصحاب القامات الطويلة. عودة كلية للاعبي مولودية البيض، منفذ المخالفة في القائمة الأول، والصالح يتدخل أمام الجميع مباشرة إلى انطلاقة في هجمة مرتدة سريعة. زكريا دراوي هذه خطيرة لاتحاد الجزائر للوصيف الآن، العرضية داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة غشة تصويبة ممتازة، ممتازة التصدي من عبد القادر الصالحي، وأول تام أيضا على تصدي ممتاز من عبد القادر الصالحي. بهذا الشكل تحولت إلى ركنية. مشيد هو من مرر باتجاه غشة كما جاءت حسام الدين إلى الركنية. حسين دهيري غير اتجاه الكرة مباشرة على المقاس باتجاه غش حسام الدين، العرضية داخل منطقة الجزاء، الدفاع ممتاز. مباريات الدوري الجزائري، بينما هذه الكرة لأسامة غشة خالدي الآن من دون مخالفة. تزال الكرة والتصويبة بعيدة من إيمي، تندعت في وسط الميدان، وصلت الآن لمرتضى كنيش للاتحاد. هذه فرصة السلام، ولكن في راية ضاعت في وسط الميدان، وصلت الآن لمرتضى كنيش للاتحاد. هذه فرصة السلام، ولكن في راية أو الدوري المصري عفوا. التجربة طبعا قصيرة، ولكن لسوء حظه أنه أصيب في المباراة الأولى في دوري أو منافسة كأس الكاف. يريد أن يباغت، ولكن يصطدم بفريق منظم لحد اللحظة، منفذة من بنزازة، لكن مرت الكرة، مرت رأسية حسين الدهيري. فرصة أولى في المباراة، ارتقى دهيري بهذه الكرة، ولكن مرت أمام سليم بوخنشوش. بهذا الشكل جاءت الكرة، وهذه الفرصة الخطيرة من حسين دهيري وحده. كانت فيها تدخلات الدفاعية ناجحة لحد الآن. زكريا دراوي من الجهة اليمنى، محروز يراوغ ثم بالقدم اليسرى، فرصة ضاعت على خالدي وعلى الاتحاد، والمطالبة بركلة جزاء. خالدي من القميص أو سحب القميص الحكم، ربما هذه إعادة ثانية. شوف رضواني بالقدم اليسرى وليس محروز. هنا التدخل كان من المدافع اسلام قائدي، ولكن لم يكن هو البيض. ممتاز مرواني في التدخل، عادت الاتحاد داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة قد تكون خطيرة لغلاس، التصويبة ضاعت على الاتحاد. فرصة الهدف الأول ضاعت من غلاس في المرة الأولى وفي الثانية على حسام الدين غشة، لم يتمكن منها حسام طبعا غشة، وتحولت إلى ركلة مرمى. فرصة جديدة للاتحاد، هذه في الأولى ارتدت، ثم تدخل الدفاع وغشة هو آخر من لمسته الكرة بهذا الشكل. هشام دراوي نعم، هذه في المرة الأولى ثم في المرة الثانية. زكريا ابتعدت، محروز الآن يدخل يراوغ في المرة الأولى، يبحث عن تصويبة، عن تسديدة، السلام، فرصة خطيرة ما تزال للاتحاد. وتصويبة محروز، كيف راوغ وكيف سدد وكيف اختار الزاوية البعيدة، ولكن يا سلام على الكرة. القائم الأيمن يرد تصويبة محروز القوية. تجربة الموسم الماضي يدخل، البداية كانت صعبة، بينما هنا كرة لبن يحيى، ولكن تصويبة بعيدة. بحث بن يحيى ضياء الدين على الزاوية البعيدة، هز شباك مولودية البيض. كل محاولاتهم باءت بالفشل. قلت وصلت الآن لغشة حسام الدين غشة يبحث عن تصويبة، عن تسديدة، التصويبة، السلام. الآن من فرصة خطيرة لفريق الاتحاد، غشة بتصويبة قوية، والعبارة عبد القادر الصالحي بهذا الشكل
ممتازة التصويبة. كرة اتحادية والتصويبة من إيمانويل، عيدة من إيمانويل بين يدي صالحي. يا بودربالة إلى بنصازة، بنصازة داخل منطقة الجزاء إلى غشة، هذه المرة داخل منطقة الجزاء. إيمانويل يدور بالكرة، لا تزال الكرة، هذه فرصة تصويبة. أي هدف، أي براعة وأي روعة وأي إتقان. وتنتهي وينتهي معها حلم مولودية البيض بالعودة بنتيجة التعادل. يا لها من فرصة، يا له من ترويض من محروس في المرة الأولى، أو بالصدر ثم بالقدم اليسرى في الشباك، في الشباك، في الزاوية البعيدة لعبد القادر صالحي. انتظرنا حتى الوقت البدل الضائع لنشاهد هدفا في منتهى الجمال. من أين أتيت بهذا الإبداع؟ تحمل عبء المباراة خاصة في شوطها الثاني، بينما له فرصة. التعادل، 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 التعادل الآن. فرارة بن يحيى، قلت بأن المباراة لم تكشف عن كامل أسرارها. هذا هو جنون، هذا هو جسم، ولكن فعلها بن يحيى بهذا الشكل. انفرد ضياء الدين، انفرد بن يحيى وصوب بالقدم اليسرى. خطأ فادح من سعد رضواني، انفراد من بن يحيى بقوة يسجل هدف التعادل. عادت الروح للمولودية، عادت الحياة لمولودية البيض بهذا الهدف. البيض انتهت قصة هذه المباراة، قصة مثيرة ولديها فصول ستروى بالتأكيد في قادم الأيام في وسائط التواصل.